بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوقفة من أجل التعبير عن الغضب الذي يجيش في صدور أبناء الشعب الفلسطيني بسبب الإجراءات القمعية التي تتخذها إسرائيل بسبب الاقتحامات الأخيرة المتكررة على المسجد الأقصى في القدس. هذه القدس التي نكن لها كل الاحترام والتقدير عرب ومسلمين، حيث أنها أولى القبلتين وها من أقدس مقدسات المسلمين والعرب. هذه الاقتحامات ليس وليدة اليوم، ومنذ احتلت إسرائيل القدس 1967 وتم حرق المسجد الأقصى بالسنة الثانية. وفي 1980 أصدر الكنيسة الإسرائيلي قانون وقرار بأن القدس هي العاصمة الموحدة، القدس الموحدة هي العاصمة لدولة إسرائيل. وهذه الحفريات التي تتم تحت المسجد الأقصى المقصود منها هدم هذا المسجد، هذا المسجد المبارك الذي باركه الله وبارك حوله، ولن يسمح الشعب الفلسطيني بذلك. ومن هنا نحذر إسرائيل، نحن حركة فتح وأبناء الشعب الفلسطيني قاطبة نحذر إسرائيل وننبه العالم، لأن هذه الإجراءات إذا لم يتم وقفها وإذا لم توقف هذه الإجراءات ضد المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة الشرسة، هذا سيؤدي إلى اندلاع انتفاضة لا يعلم مداها إلا الله، ولن يستطيع أن يوقفها أحد، ولن يستطيع أن يكبت جماعها أحد. الشعب الفلسطيني الذي أمنه الله وأمنه المسلمون والعرب على بيت المقدس لن يتركه حتى لو قدم الغالي والنفيس. وعلى الجميع الإخوة العرب بصورة خاصة، ونحن نقدر الموقف أو الوضع العربي الراهن المتردي نوعا ما، وأن كل دولة عربية منشغلة بداخلها، ولكن ألا يستحق ذلك عقد مؤتمر قمة لاتخاذ قرارات جادة بهذه المرة. لقد مارسوا عدة مرات تجارب ضد المسجد الأقصى ولم يجدوا ردات فعل تناسب فعلهم.